السلام عليكم متابعينا الاعزاء. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع مهم بزاف وكيهم مستقبلنا كاملين، وهو انظمه التقاعد في المغرب. واش بصح كاين خطر كيهدد الفلوس اللي كنتسناوها فاش نوصلوا لسن التقاعد؟ تقرير جديد ومهم بزاف شاركوا فيه بنك المغرب وهيئه مراقبه التامينات والهيئه المغربيه لسوق الرساميل، كشف على ان انظمه التقاعد الاساسيه في البلاد مازال فيها مشاكل كبيره ومقلقه من سنه 2024. بالرغم من ان كاين تحسن بسيط في بعض الارقام بفضل الزياده اللي كانت في الاجور من بعد الحوار الاجتماعي ديال ابريل 2024، الا ان المشكل الاساسي مازال كاين، خصوصا في القطاع العام. مثلا الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قدروا يجمعوا المساهمات اكثر، ولكن واش هادشي غادي يدوم على المدى البعيد؟ التقرير كيشكك في هذا الامر. حتى القطاع الخاص ماشي في مآمن. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرغم من ان الرصيد ديالو مزيان حاليا، كيعاني من مشاكل بسبب طريقه حساب الحقوق وتخفيف شروط الاستفاده، وهذا الشيء كيهدد حتى هو الاستقرار ديالو في المستقبل. التقرير كان واضح بزاف وقال باللي الوقت راه حان باش نديروا اصلاح جذري وشامل لانظمه التقاعد ديالنا، وهذا الاصلاح خاصو يتبنى على طريقه تسعير عادله اللي غادي تعاون باش نقلصوا من الالتزامات اللي ما عندهاش تغطيه وكتضبط الاستمراريه ديال هذه الانظمه على المدى البعيد. هذا الاصلاح المنتظر من المتوقع انه يتم على حسب التوجيهات اللي تفاهموا عليها الاطراف الاجتماعيه في اخر جوله من الحوار الاجتماعي. السؤال اللي كيطرح نفسه دابا هو واش الحكومه غادي تاخذ قرارات حاسمه باش تصلح هذا الوضع، ولا غادي تاجل الاصلاح، وهذا التاجيل يقدر تكون عنده عوائق اسوأ في المستقبل. شاركوا معنا بارائكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب في القناه باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو قادم.